رمضان اسمه وقوة في المنتخب. رمضان يلعب على اي حد لو سليم. اي حد بقى مين؟ لو سليم وفت رمضان يلعب على اي حد. مين بقى اي حد؟ على مين؟ ما هو بيلعب ناحية الشمال رمضان. يبقى على مرموش، على تريزيجيه، على زيزو. زيزو ما بيلعبش ناحية الشمال يا جماعة. ساعات لا. لو تتذكر ان احنا الموسم يا مهم، استنى بس بالراحة. اتفضل. لو تتذكر الموسم اللي فات لما كان زيزو بيلعب ناحية الشمال عشان شيكابالا يلعب ناحية اليمين، كان ضايع. لكن لما بيرجع لمكانه بيأدي بشكل جيد. خلاص يعني يلعب على مرموش ويلعب على تريزيجيه. تمام. دي ما فيهاش نقاش، بدليل ان هو كان بيلعب عليهم قبل كده. طيب شايف تجربة رمضان؟ لا بس انا معلش، انا بعد اذنك بس انا عايز بس تجيب لي مجموعة مصر في تصفية كأس العالم. هجيب لك حالا. لو ما وصلناش كأس العالم بالمجموعة ديت يبقى يعني معلش مع احترامي بقى، قول لي مين الفرقة اللي ممكن تنافسنا في الخمس فرق دول؟ بوركينا فاسو الوحيدة. بوركينا فرقة محترمة وممكن غينيا تتعبك شوية. بوركينا دي كسبت تونس في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. لازم أحترم الماتشين لأنه هيبقى ورا بعض كمان. اتفضل. أنا بحترم كل الفرق. بس يعني لازم أدي بوركينا ان هي مش لا لازم انت تحترم منتخب بوركينا. مش معنى ان هم فسوا انك ما تحترمهمش، لا لازم تحترمهم ان شاء الله. بس ده ناقص بوركينا يصعدوا كاس العالم واحنا يبقى احنا اللي فسوا ولا حاجه خالص. واحد يقول لي طب هو ده المهاجم، يعني هو ده المهاجم اللي احنا منتظرينه؟ اقول لك حاجه، انا قناعاتي من استفساري ان اللاعب ده هيكون تصبيره. عارفين اللفظ بتاع تصبيره؟ هو هيكون تصبيره. النادي الاهلي قلت لحضراتكم من فتره في لاعب كبير هيجي في انتقالات يناير القادمه، وفي لاعب النادي الاهلي هيجيبه دلوقتي. النادي الاهلي هيجيب 2 مهاجمين، ممكن ده يكون واحد منهم، والتاني ممكن يكون افريقي اللي مستنيه كولر وقاعد بيتكلم عليه الراجل ده او اللعيب ده ليه ارقام تخلينا نقول ان هو لاعب كبير، مش بالفيديوهات بس، لا ده بلغة الارقام كمان. يقدر ان هو يعني يعمل اداء رائع جدا. فلو النادي الاهلي بيتكلم ان هو يكون موجود موسمين معاه. ايه يا عم الشيف الشربين، انت مهاجم تصبيره لغايه ما الاهلي يجيب مهاجم في يناير؟ مين اللي قالك الاهلي يجيب مهاجم في يناير؟ ما عندهاش مكان في القايمه نجيب مهاجمين اساسا. وبعدين احنا كل 80 سنه نجيب مهاجم 36 سنه من مهاجم جاب مهاجم قد امه. ما كفايه ضحك بقى. ينجح. امام لعيب كبير ولعيب يعني قدراته، بس دماغه تظبط. نفسك دماغه تظبط؟ دلوقتي لا. كنت صريح معاك. هكذب عليك. مش عايز. هو في الزمالك كان كنت اتمنى دماغه بس هو كان عامل الموسم يعني عامل حاجات كويسه جدا في نادي الزمالك. تمام. لكن كانوا شطحات كده طبعا بتبقى صعبه شويه. لو النادي الاهلي قدر ان هو يسيطر على القصه دي لا هيروح بيهم في حته ثانيه طبعا. يعني هيأدي موسم قوي جدا اكيد. كابتن اكرام. نعم. بس انا ما اتمناش كده. نفس السؤال بس في حته زياده. قول. طب جاوب على الحته الاولانيه. ما تقول الحته الزياده. لا بس لا بعد ما تجاوب الاول. يعني وجود امام عاشور في النادي الاهلي بعد الاحداث اللي حصلت يفتح الباب ان رمضان يروح النادي الاهلي. انا مش عارف انت عايز ترجع برضو للقصه دي، ما احنا قفلناها من زمان. مش انا، احنا الجماهير بتقول كده والله العظيم. ايوه بناء على ايه؟ طيب ليه اللي قالت الكلام؟ رمضان ما ينفعش يرجع الاهلي مش بس عشان ساب الاهلي وقال لك كنت مستوى رمضان كبير، ودلوقتي يلعب في السنبلاوين، يلعب في مناخيره. وشخصيه لفترات طويله. بن شرقي طبعا، ساسي طبعا، ولكن انا بشوف ان احنا عندنا مشكله كبيره في القصه دي. يعني انا بشوف لو $1,400,000 دول تم توفيرهم لقطاعات الناشئين في الاهلي واتصرف ربعهم على قطاعات الناشئين، لا يطلع عماد متعب ويطلع لعيب احمد بلال ويطلع فراوده جامدين جدا يبقوا فراوده مصر وفراوده الاهلي. خاصه انه يعني الاهلي ما شاء الله، يعني انت بتتكلم انت محقق الفول مارك السنه اللي فاتت بالسكواد اللي عندك. عايز دعم طبعا، بس لو ما دعمتش بحاجه افضل يبقى ما تجيبش، مش لازم اجيب. يعني الاهلي السنه دي واحده من اهم المميزات اللي عنده انه عمل تدعيمات بسيطه بس جامده جدا. امام عاشور جامد جدا، رضا سليم جامد جدا، لعيبه صغيره، لعيبه واعده تديك سنين قدام. هي دي او هو ده، دي المواصفات اللي الواحد
دايما بيبقى راغب انه يشوفها في اللعيبه المحترفه، تيجي بقى اهلي، تيجي زمالك، تيجي اسماعيلي، تيجي محله، مش دي قصتنا، انا بتكلم في مبدا عام. ايا كان النادي اللي هيجيب اللعيب ده، زي ما اتكلمنا الاسبوع اللي فات على سامسون وقلت ان يا جماعه اللعيبه دي ما ينفعش تعدي من قدام الانديه. بتغلط في سامسون، ده غيروا له شحن وبطاريه وجاب جولين في السكه الحديد من يومين. ربنا يستر علينا احنا بالمهاجم اللي عنده 36 سنه ده يقبض المعاش من الاهلي ويمشي.